مستحيل لاعب يتسبب بهبوط فريقه وينجح فريق خصمه. بعد فوز نادي العروبة السعودي على نادي النصر السعودي في شهر 2، نادي النصر رفع احتجاج للتحكيم الرياضي ان حارس نادي العروبة اللي لعب ضد النصر هو لاعب هاوي، وان الحارس موظف في قطاعين، موظف في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص، وهذا يعتبر امر غير نظامي. فبهذا السبب النصر رفع احتجاج. والصدمة رسميا تم قبول احتجاج نادي النصر ضد العروبة. وهذا معناها ايش؟ معناها ان العروبة يعتبر خاسر وتم سحب ال3 نقاط من العروبة واعطاها لنادي النصر. والصدمة الكبرى بسبب سحب النقاط العروبة، رسميا العروبة يهبط الى دوري يلو ونادي النصر يصل الى 70 نقطة في الدوري. وهذه معناها ايش؟ معناها ان الجولة الاخيرة للدوري السعودي ستكون حاسمة في المقعد الاسيوي. اذا الهلال خسر نقاط في الجولة الاخيرة والنصر فاز على الفتح في ملعب الفتح، النصر سيصبح في المركز الثاني ب 73 نقطة وسيتأهل إلى بطولة كأس النخبة الآسيوية. ولحظتها في تأهل النصر ستتساهل مفاوضات النصر مع الأسطورة كريستيانو رونالدو لتجديد عقده لمدة 2 سنين. حرفيا قضية نادي النصر تعتبر من أغرب الأشياء اللي مرت في تاريخ الدوري السعودي.